السلام عليكم، أهلا وسهلا، رمضان مبارك سعيد، أهله الله عليكم باليمن والإيمان والسلامة والإسلام. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. وفي أول يوم من رمضان غادي نشارك معكم ألذ وأسهل تحلية ممكن أنكم تحضروها للسحور، كتجي فعلا رائعة جدا، لا في الشكل ديالها ولا كذلك في المذاق، لذيذة بواحد المذاق لا يوصف، بدون فلان، بدون بيض، وأيضا بدون كريمات تحلية اللي سهلة وسريعة وطبعا اقتصادية كيف ما دائما عودتكم. فكنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الأخير. طبعا إلا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، تعليقاتكم المحفزة فضلا وليس أمرا. ففي الطنجرة غادي نوضع لتر من الحليب مع كأس من السكر وكأس من الدقيق الأبيض. وزن الكأس هو 200 ملي بالنسبة للسوائل و100 غرام بالنسبة للنواشف. هنا غادي نضيف ملعقة كبيرة من النشا وجوج أكياس من السكر الفانيليا باش كتجينا هاد التحلية منكهة أكثر. غادي نخلطو الكل على البارد حتى ما كيبقاوش عندنا هادوك الحبيبات أو هادوك التكتلات ديال الدقيق. بالنسبة للدقيق يكون منخول من قبل، وغادي نحركو مزيان مزيان. ملي غادي يختفيو لينا هذاك الدقيق فكنوضعوا الطنجره ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر. النار تكون متوسطه وما تحبسوش من التحرك، يعني نتوما كتحركوا هي غادي تبدا تعقاد لكم. تقريبا هاد العمليه كتستغرق من 3 دقائق حتى ل 4 دقائق. وهنايا غادي نطفي على النار وغادي نضيف تقريبا ملعقه كبيره من الزبده وكنخلط مزيان مزيان حتى كتذوب هذيك الزبده وكتجانس لينا مع الخليط. في هذه المرحله غادي ندوز باش نحضر الكؤوس اللي غادي نوضع فيهم التحليه. فكنجيب هنايا واحد شويه ديال الماء وكنبدا هكذا كنفرغو على الكؤوس ديالي كامله. بالنسبه لهذاك الماء فكيخلي لينا هاد التحليه ما كتلتصقش في الكؤوس، وملي كنجيو نزولوها يعني كتزول بكل سهوله. فخليو هكذا بضع قطرات في الكأس هكذا باش كتعمل لنا بحال عازل وكتزول فيما بعد بكل سهوله. مباشره كنفرغوا هذاك الخليط، وهاد العمليه ضروري انكم تسرعوا فيها باش هاد التحليه ما كتعقدش لكم بسرعه. يعني حاولوا تسرعوا في هذه العمليه لان الكريمه دغيا كتعقد ودغيا كتشد في راسها. فهنايا غادي نبدا كنفرغ يعني هاد التحليه او هاد الخليط في هاد الكؤوس. بالنسبه لي انا هزت لي 6 ديال الكؤوس، يعني كتعطينا كميه اللي كبيره. ممكن انكم تضعفوا المقادير فلكم الاختيار. فمن بعد ما كنفرغ التحليه ديالي في الكؤوس كنبدا هكذا كنقاد لها او كنساوي لها السطح ديالها باش كتجينا يعني متساويه. وصافي هنايا غادي نغطي عليها بالبلاستيك الغذائي بحيث ان داك البلاستيك يلامس لينا السطح ديال الكريمه هكذا باش ما كتكونش لينا واحد القشره. وكنوضعوها في الثلاجه او في المجمد على الاقل 3 ساعات حتى ل 4 ساعات، يعني خليوها حتى كتعقد وكتشد في راسها مزيان كيف ما كنقولوا. وفي هذا الاثناء ملي غادي ندخلها للمجمد غادي ندوزو باش نحضروا الصلصه ديال الشوكولا اللي غادي نزينوا بها التحليه ديالنا. فغادي نحتاج الكأس من الحليب مع 2 ملاعق كبيرة من السكر، وكنضيف أيضا 2 أكياس من بودرة الكاكاو ما يعادل ملعقتين كبيرتين، وكيس من الفانيليا باش كتجينا هاد الصلصه منكهه خصوصا انها بدون شوكولا، وملعقه كبيره من النشا، ممكن تعوضوها حتى بملعقه كبيره من الدقيق. غادي نخلطوا الكل على البارد حتى كيختفيو هذوك الحبيبات ديال الدقيق او الكاكاو. كنوضعوا الكسرون ديالنا فوق النار مع التحريك المستمر حتى كيعقاد ليها القوام بهذا الشكل هذا. وكنزيد لها هنايا واحد الطريف او واحد القليل من الزبده، وكنبدا هكذا كنخلطها مع هذيك الكريمه حتى كتذوب مزيان. بالنسبه لهاد الزبده كتخلي لنا ديال القوام ديال هاد الكريمه كيجي لامع وكريمي ايضا، وكتعطي ايضا واحد المذاق اللي زوين. صافي هنا كنفرغ الكريمه ديالي في واحد الاناء او زلافه وكنغطي عليها بالبلاستيك الغذائي هكذا باش ما كتكونش لينا قشره. وفي واحد الاناء اخر كنوضع كاس من الماء اللي يكون بارد جدا مع كيس من بودره الشونتيي، 2 اكياس من بودره الكاكاو. هاد الاضافه كتبقى اختياريه، فلا ما بغيتوش تضيفوها فلكم
الاختيار. كنخلطوا الكل جيدا بواسطة الطراب الكهربائي حتى كتكتف لينا الكريمة وكيعقاد القوام ديالها. كيف ما غادي تلاحظوا ضروري هكذا تطربوا على أقصى درجة عندكم في الطراب الكهربائي. بالنسبة لهاد الكريمة فغادي نوضعها في الوسط يعني كحشوة لهاد التحلية. صراحة كتعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف بزاف، غير ما تستغناوش عليها. وهنايا الكؤوس من بعد مرور الوقت تقريبا من 3 ساعات كيف ما قلت لكم حتى ل4 ديال الساعات، فغادي نزولهم من الكؤوس. وكيف ما كتلاحظوا كنزولهم بكل سهولة. هنا كنجيب السكين وكنقطعهم الى 5 اجزاء، يعني كل جزء يعني زولته من هذاك الكأس كنقسمه الى 6 اجزاء كيف ما غادي تلاحظوا معي، او 5 اجزاء عفوا، بهذا الشكل هذا. وكيف ما كتلاحظوا يعني التحليه ديالنا خدات وقتها الكافي في انها يعني تعقاد مزيان. كيف ما كتلاحظوا كنحاول ان ندخل كميه ديال الهواء في الجوانب ديال الكأس بواسطه اليد ديالي، وكنزولها يعني بكل سهوله. فقط نتوما خليوها تاخذ الوقت ديالها الكافي في الثلاجه. من بعد غادي نجيب كريمه ديال الشونتيي، من بعد ما كنوضعها في القمع او ممكن ديروها حتى في البلاستيك، وكنبدا هكذا كنوضعها على الوجه ديال هذوك الاجزاء اللي قطعنا بهذا الشكل هذا. يعني كتحاولوا تبداو من الجوانب وكتعمروا الوسط وصافي. هنا كنجيب القطعه الثانيه وكنوضعها عليها وكنحاول هكذا نثبتها مزيان هذيك على هذيك الكريمه. كيف ما كتلاحظوا طريقه اللي سهله والنتيجه ان شاء الله غادي تعجبكم. كتجي هذه التحليه لذيذه بزاف بزاف. صافي هنا غادي نوضع الحبه الاخيره كنوضعها عليها من الاعلى. وهنا كنجيب جوز الهند او نواد كوكو، كنجيب هذيك الاجزاء وكنوضعهم على الجوانب. كيف ما كتلاحظوا كنحاول نفندها في هذاك الجوز الهند غير في الجوانب كيف ما شاهدتوا معي. كنجيب ايضا القطعه الثانيه فقط من الجوانب وكتحاولوا تضغطوا على هذوك الجوانب باش كيتثبتوا مع الكريمه. فغادي نستمر يعني بنفس الطريقه كنفندها في هذيك الجوز الهند. ممكن تعوضوه بالكاوكاو كونكاسي او اللوز كونكاسي فلكم الاختيار. وهنا هذيك الصلصه ديال الشوكولا من بعد ما كتبرد فكيجي القوام ديالها ما كيجيش يعني عاقد بزاف، وانما كتجي شويه سائله. كنحاول هكذا نوزعها على الوجه ديال هذوك التحليات. كيف ما كتلاحظوا كنزين بشويه ديال الكاوكاو كونكاسي في الوسط، وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه اللي حضرت معكم. فعلا كتجي اكثر من رائعه، لذيذه لذيذه لواحد الدرجه ما تصوروهاش. كتجي كريميه ناعمه لذيذه بزاف. صدقوني الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. فوصلنا احبائي لنهايه الفيديو، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم. الى اللقاء مع فيديو قادم.